سلام البنات، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نشارك معكم تحلية بذوق الليمون، راح تكون اكثر من رائعة البنات وجد سهلة واقتصادية. نبداو على بركة الله في التحضير. عندي لتر من الحليب، استعملت الحليب العادي تاع الساشيات. نديروه في كاسرونة، نضيف معاه 3 ملاعق تاع اكل يعني كبار، هذوك سكر عادي، واللي يحبها حلوة ينجم يدير 4 مغارف كبار. نضيف معاها 4 مغارف كبار لا مايزينا، وعندي كيس تاع الفلان بذوق الفاني. استعملي الفرن اللي حبيتيه انت، يعني النوعيه اللي تحبيها، لكن الذوق ننصحكم تستعملوا الفاني. نحركوا المكونات مليح بارد في بارد، ونديوها على النار البنات. غير تبدا تغلي نحسب لها، عفوا نضيف لها قطرات من لاغوم تاع الليمون، نحطوها على النار مع التحريك المستمر. غير تبدا تغلي نخليوها 1 دقيقه هكذاك ولا 6 دقائق ونحيوها. نجيبوا لي فيغين ولا كؤوس راح تستعملوهم، انا استعملت الكؤوس هذوما البنات، راح يخرجوا لكم 5 كؤوس ولا 5 ليفيغين اللي يكون حجم تاعهم شويه كبير. لكن الكاس السادس نحيوه نحطوه في الريسيبيون، راح نطلعوا به لا شانتي، نغطيوه بالبابي فيلم اون كونتاكت مع الكريمه، ونديوه للفريجيدير حتى يبرد. نضيف لها كاس تاع لا بودرة لا شانتيي، وعندي ربع كاس راح يكون خليط بين الليمون، عصير الليمون والماء. هي من المفروض تكون 4 كاس ليمون، لكن البنات جربتها راح تجيكم يعني حامضة ياسر. جو بريفير ديروا الربع هذاك خليط بين ماء وليمون. نروحو نطلعوا لا شانتيي تاعنا، ونضيفوا لها من بعد قطرات من لاغوم تاع الليمون. احنا ماناش محتاجين يعني الذوق تاع الليمون، نحتاجو اللون. ضفتها باش نتحصل على اللون الاصفر. نعاود نرجعوها للفريجيدير البنات حتى تتماسك. الوقت هذا نروحو نديرو حنا البسكويت تاعنا. استعملوا البسكويت اللي تحبوه نتوما، لكن يكون بذوق الفاني، يعني ما تكونش فيه حشو. استعملوا الكاليت. تحبوا ترحيوه في لاشواغ ولا بيديكم برك كيما انا درتو هكا في ريسيبيون وهرستو برك بالكاس. ندير له 5 ولا 4 ملاعق تاع الزبده تكون دايبه، ونحركوه البنات تحصلوا عليه يكون مرمل برك. بالطريقه هذه كيما راهو تبان لكم. ديروا طبقة تكون خفيفة، ومن بعد نجيبو الكريم تاعنا هذاك نديروه في لابوش، ونديرو الطبقة الثالثة من الفوق. لا شونتيي ما تخرجوهاش البنات من الفريجيدار حتى يجي وقتها، يعني باش تستعملوها باش ما تدوبلكمش. كما قلت لكم تحلية رائعة جدا بالذوق تاع سورتو عشاق الليمون، يعني راح تعجبهم ياسر الوصفة هذه. نتمنى ان شاء الله ديروا لها حفظ الفيديو البنات وتحضروها في رمضان. هذا الشكل النهائي كنت زينتها بقطعة تاع البسكويت اللي كنت استعملته في الطبقة الثانية، ودرت لها شوية لزاز تاع السيترون من الفوق. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي ما تنسوناش بلايك وبارتاج وكومنتير. مع السلامة، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. واللي مازالها ما اشتركتش حبيباتي تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. في امان الله.